السلام عليكم متابعين قناة هبة ستوريز. اليوم فيديو جديد بلا ما نطلب عليكم في المقدمات. اليوم غندويو على اشهر قصة رعب كانت في الكويت. بقاو معانا. قصة نورة دقداقة. دقاقة نورة هي فنانة شعبية كويتية. دقاقة في اللهجة الخليجية هي الفنانة التي تحيي الأفراح والأعراس. تشهرات نورة دقاقة في منتصف التسعينات، حيث كانت كتقبل على حفلات الزفاف بعد دول الخليج، وكانت ليها الفرقة ديالها الخاصة واللي كانت معروفة في الأغاني التراثية الشعبية. ولكن رغم هاد الشهرة الواسعة اللي حظات بها الفرقة والرواج الأعمال ديالها، إلا أنها قررت الاعتزال بين ليلة وضحاها، أمر الذي خلق تساؤلات كثيرة عن سر هذا الاعتزال المفاجئ. وما كانش من سبيل المعرفة السبب إلا من خلال الوصول إلى الفنانة نورة وطلب إجراء لقاء معها لإيضاح ملابسات الاعتزال، ولكن رفضت إجراء أي لقاء. وذات من نوع جديد وطويل، نجح أحد الصحفيين في الإقناع ديالها بجوار حوار صوتي معه تتوضح ليه ملابسات الاعتزال ديالها مع الفرقة ديالها، وتبين حقيقة الإشاعات الغريبة التي انتشرت بين الناس حول سبب هذا الاعتزال. دوات نورة وقالت: بدا الموضوع بمكالمة هاتفية من سيدة طلبت مني باش تجي عندها الزفاف ديال البنت ديالها، ولكن رفضت بسبب ذلك اليوم اللي كانت فيه إجازة الفرقة. لكنها ألحت وقالت: عافاك أجي عندي حيت بنتي باغا ضروري تكوني انتي عندها في الحفلة ديالها، وإلا ما جيتيش راه غيبقى فيها الحال. نورا بقات فيها وقالت لها صافي واخا، فوقاش غيكون موعد الحفل؟ وقالت ليها مع 10 الليل. صافي طلبت العنوان ديال السكن ديالها، وبالفعل اتصلت بالفرقة ديالها واتفقت معاهم باش يمشيو. ولكن قلبها ما كانش مرتاح لديك الحفلة، سبب ما عرفاتوش، وكان كيمليها احساس باش ما تمشيش حيت وعدات ديك السيدة. في العشية مشاو، وكانت عليه الساعة ديال 9، استقبلوا والد العروسة ومن تما دخلهم المنزل اللي كان مليء بالناس والزينة والأنوار اللي كتدل على أنه حفل الزفاف بالفعل كاين تما. ولكن وهكا كان الإحساس ديالها مازال هارب، ومازال ما عرفش شنو غيوقع، وخايفة لا توقع شي حاجة. من بعد دخلوا الغرفة اللي مخصصة باش يغيروا الملابس ديالهم، وجاءت ليهم المرأة الضخمة جثة شاحبة اللون، ويديها كانت صلبة كأنها من الحجر، وكانت سعيدة بهم للغاية، وقالت لهم: حسبوا راسكم في داركم، وحنا كاملين كنبغيكم بزاف. ثم بعد ذلك دخلوا باش يبدلوا الحوايج ديالهم ويجهزوا راسهم باش يمشيو للحفل العرس. وجات مجموعه ديال البنات من الضيوف لكي يشوفوهم حيت معجبين ديالهم. بعد ما خرجوا من الغرفه قالت لهم وحده من الاعضاء الفرقه ديالها وتدعى شمس ان قلبها خايف بزاف باش دخلوا عليهم داك البنات حسوا بالرعب من جهتهم، ما عرفوش علاش. صافي قالت لهم نورة: انا حسيت بالخوف، ولكن ما زعما عادي، علاش غنخافوا من هاد الناس؟ راه عادي، خصنا نساليو لهم الحفله ديال بنتهم باش تمشي على خير ولا كتر، ويلا نمشيو نبداو الحفل. الشمس قالت لهم: واش ما لاحظتيش انهم عندهم مدو يديهم السلام؟ كانت يديهم دايره بحال الحجر ووجههم شاحب من اللون باش جاو يسلموا علينا، واش ما لاحظتياش؟ وفحال الغرفه ارتفعت الحراره ديالها. قالت لها نورا: ما كاين شي حاجه من هادشي اللي كتقولي، هادشي راه تخاريف، يلا نمشيو نبداو الحفله ونساليو من هاد اليوم الغريب. خرجوا للقاعه د الحفل، وهي كتقسم على انها كانت من اكبر الحفلات اللي حياتها من حيث عدد الناس، وكل شيء كان مبالغ فيه. الماكله ما كانتش بحال الماكله ديال العراسات اللي كيكونوا، كانت ماكله كثيره بزاف، وحتى العريس اللباس اللي كان لابس ما كانتش معروفه، بحال اللي تقولي جايبينها من عهد العصر العثماني، من عصر الفيل كما كيقولوا. والعروسه كانت كتلبس واحد كسوه كحله،
وفيها بعض النقاط بيضاء ومرصع بالأحجار نفسية غالية الثمن. كان كلشي كيبانو أنهم لاباس عليهم بزاف، وكان من وراهم مجسم ضخم على أي هيئة وجه آدمي يصرخ. والعريس والعروسة جالسين حدا فمو، والعريس ما كيشوف لا اليمين لا اليسر ولا حتى يشوف العروسة، والعروسة هكاك كانوا جالسين فحال الأصنام. بعد ما سالاو الفقرة الأولى من الغنا، ذهبوا للغرفة ديال الاستراحة باش يسترحوا. في ديك الوقيته نورا حست بالدوار الشديد، طلبات من احد ديالهم يجيب لها شي مشروب وتمشي للغرفه باش تستريح شي شويه، ولكن من صعب باش تستريح في الغرفه ديال تغيير الملابس. فقالت ما فيها بس نطلع الطابق الثاني ولا الثالث نرتاح شويه، خصوصا الحفل انه كان في الطابق الاول من المبنى، وعلى ما يبدو ان الطابق الثاني والثالث ما كاين فيهم حتى شي واحد. فتركات الغرفة وطلعت للفوق. وهي غادة بان ليها كلشي في مهجور، والرائحة ديال الأشياء القديمة كانت كتملي الجو، وكانت كتجول في الدور الثاني. وجدات الباب مفتوح شي شوية في واحد الغرفة، دفعت شوية الباب باش تدخل، ولكن الباب تحل بوحدو. شافت قدامها واحد ناموسية قديمة وعامرة بالتراب، وتا الغرفة كانت موسخة والحيوطة موسخين. ولكن رغم وجود الغرفة الموحش قررت باش تتكى على داك السرير، حيث كانت كتحس بالتعب الشديد. وسرعان ما نسات وهي تشوف الكابوس كالآتي. شافت واحد المرأة كترتدي كسوة كحلة وشكلها كيخلع بزاف، وكانت كتجري من موراها وهي كتغوت. ناضت مخلوعة من النعاس وهي كتنفسي بصعوبة، وكان باب الغرفة اللي خلاتو مفتوح مغلوق عليها من على برا. وبعد محاولات كثيرة تحل راسو، وشافت قدامه واحد المرأة اللي ظهرت في المنام ديالها ونفس الفستان الكحل بالشكل البشع. غمضات عينيها باش تتاكد واش هداك الشيء بصح ولا غير كتحلم. وبالفعل باش حلات عينيها ما شافتهاش، ما لقاتهاش. خرجت من الغرفه وهي كتشوف اليمين ديالها واليسار ديالها، وهي تشوف واحد الدري صغير خارج من وحده الغرف وكان كيجري لعندها. كانوا هادو هما احداث الجزء الاول من قصه نورة الدقاقه. ترقبوا الجزء الثاني من القصه ديال نورة الدقاقه قريبا على قناه هبه ستوريز. ما تخبروا فين. نشوفكم من بعد.